السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ مع بعض الدرس ال11، والدرس هنا بيتكلم عن اختياراتي. اكتب 3 اختيارات لهذا الأسبوع، ثم ارسم صورة تعبر عن المشاعر التي ستشعر بها عندما تقوم بهذه الاختيارات. يعني مثلا أنا عايزة أختار 3 اختيارات. ممكن مثلا الاستيقاظ مبكرا، والاستيقاظ مبكرا ده لازم أعمله لأن احنا في دراسة، فالاختيار ده أكيد انت هتعمله. تناول الطعام الصحي أو تناول طعام صحي، أكيد لازم كلنا نتناول طعام صحي. قلنا شرب الماء على مدار اليوم. شرب الماء على مدار اليوم ده من العادات الصحية. النوم مبكرا. النوم مبكرا، قلنا برضو النوم مبكرا ده من العادات الصحية. يبقى هنا هي كلها عادات صحية. الاستيقاظ مبكرا ده يعتبر من العادات الصحية، وقلنا العادة هو الفعل الذي أقوم به دائما، فعل بقوم به كل يوم. هي الأفعال التي أقوم بها يوميا، فعل بقوم به كل يوم يبقى اسمه عادة يومية. تمام. الاستيقاظ مبكرا، أنا كل يوم بصحى بدري. تناول طعام صحي، كل يوم بتناول طعام صحي. بعد ما اتعلمنا طبعا وعرفنا ان الحلويات والحاجات اللي بنجيبها من الشارع ما هياش كويسة، فاحنا كلنا اتفقنا ان احنا نتناول طعام صحي. شرب الماء على مدار اليوم، واحنا قلنا ان شرب الماء ده بيعتبر مهم جدا ومفيد لصحتنا، فبالتالي لازم كلنا نقوم بشرب الماء على مدار اليوم. النوم مبكرا، قلنا ما هنام بدري يبقى هصحى بدري، يبقى من العادات الصحية برضو النوم مبكرا، وطبيعي ما دام نمت بدري هستيقظ مبكرا. يبقى اختياراتك اللي انت بتشعر بيها او حاجة انت بتحبها. انا بحب الاستيقاظ مبكرا يا مس منى، ماشي ارسمها. انا بحب اتناول الطعام الصحي، خلاص ارسم صور للاطعمة الصحية. وهنا العربي مساعدك في الموضوع لان احنا خدنا دروس عن الاطعمة الصحية. شرب الماء على مدار اليوم، قلنا برضو دي عادة صحية ولازم كلنا نقوم بيها. النوم مبكرا، قلنا خلاص احنا في فترة دراسة فاكيد كلنا بننام بدري ونصحى بدري. طب انا نمت بدري، صحيت بدري، تناولت طعام صحي، شربت الماء على مدار اليوم، ما هي مشاعرك بقى اذا انت قمت بكل هذه الاختيارات؟ ما هي مشاعرك حينما تقوم بكل هذه الاختيارات؟ اكيد الفرح، اكيد الصحة الجيدة، اكيد السعادة، اكيد الطاقة. فاكرين قلت لما انا بقوم بدري، استيقظ مبكرا، افطر كويس، اتناول طعام صحي، اشرب الماء على مدار اليوم، انام مبكرا، قلت ده كله هيساعدني ان انا يكون عندي ايه؟ طاقة. هيساعدني يكون عندي ايه؟ طاقة. وقبل كده عرفنا الطاقة، قلنا ما هي الطاقة؟ قلنا الطاقة هي القدرة على بذل شغل. قلنا ما هي الطاقة؟ الطاقة هي القدرة على بذل شغل. طب الطاقة دي هتجيلي من ايه؟ قلنا من تناول الأطعمة الصحية. هتجيلي من ايه؟ النوم مبكرا، الاستيقاظ مبكرا، شرب الماء على مدار اليوم. كل الحاجات دي هتخلي عندك ايه؟ طاقة. فبالتالي انت نفسيا من جوه مشاعرك هتكون حاسس بالفرح، هتكون صاحب صحة جيدة. يبقى درس النهاردة بيتكلم عن اختيارات تجعلك أسعد، تخليك أسعد. منها الاستيقاظ مبكرا، تناول طعام صحي. قلنا الطعام الصحي بيتكون من كربوهيدرات، لحوم، خضروات، فاكهة، بروتينات، سكريات، بس قلنا السكريات ما نكترش منها، ولو كترنا منها يبقى فاكهة والعسل. شرب الماء على مدار اليوم، والنوم مبكرا. اكيد لو انت اخترت اختيارات من الاختيارات دي هتشعر بالفرح والايه والصحة الجيدة. ده كده درس 11 اختياراتي من مادة اكتشف.